في خطوة تظهر السعي نحو تعزيز الوحدة في صفوف الحركات الكردية، أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الكردي عن تحضيراتها لعقد مؤتمر وطني كردي. وبهذا الصدد لفت طلال محمد سكرتير حزب السلام الديمقراطي الكردستاني إلى ضرورة عقد مؤتمر كردي شامل بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية الكردية كافة على مستوى شمال وشرق سوريا. وأشار إلى أن المرحلة الجديدة التي تعيشها سوريا بعد سقوط نظام البعث تفرض تحديات جديدة تجعل من توحيد الصف الكردي أمرا ملحا لضمان مشاركة الكرد في صياغة مستقبل البلاد. كما كشف محمد عن الجهود الحثيثة لتوحيد الرؤية السياسية الكردية، مجددا الدعوة لجميع شرائح المجتمع والأحزاب للمشاركة في المؤتمر لأداء واجبهم التاريخي. منذ فترة طويلة يتم الحديث عن عقد مؤتمر كردي على مستوى شمال وشرق سوريا لتمثيل الشعب الكردي في شمال وشرق سوريا وسوريا، لا سيما بعد سقوط نظام البعث وقدوم مرحلة جديدة على سوريا. لذا ومن أجل هذه المرحلة بات من الضروري عقد مؤتمر كردي يتم من خلاله توافق الشعب الكردي من أجل وضع مسودة عمل أو وثيقة سياسية تشارك فيها الأحزاب السياسية كافة وعموم المجتمع الكردي من أجل مستقبل سوريا الجديدة. بذلت جهود جيدة لعقد المؤتمر، تم تشكيل اللجان لممثلي الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني واتحاد المثقفين والكتاب والشبيبة والمرأة. اللجنة التحضيرية تؤدي مهامها بشكل يضمن مشاركة الجميع فيه ودون إقصاء أي أحد ولتأدية واجبهم التاريخي. بعض الخلافات السياسية والذهنية الحزبية أدت لتأجيل المؤتمر، والآن نحاول لعقد المؤتمر خلال شهر آذار الحالي.